سلام. اليوم غادي نوجدو بسطيله ديال الحوت. غادي نبداو بلا ماريناد: معدنوس، حامض مسير، 4 دريسات ديال الثومه، ملحه، قزبر، بزار، سكينجبير، خرقوم، تحميره، عطريه ديال الحوت، ثومه بودر، 3 المعالق ديال الهريسه، 2 معالق ديال صوص صوجا، زويته بلديه. غادي نخلطوا الكل وغنضيفوا معلقه من مجون الطماطم. لي شامبينيون نوار كنخويو عليهم الماء سخون، كنقطعوهم وكنشحروهم مع معلقه ديال الزبده ومعلقه ديال لا ماريناد. لي شامبينيون فري حتى هما كنقطعوهم وكنشحروهم بنفس الطريقه. غادي ندوزو الحوت وغادي نبداو بلي كروفيت. غادي نشحروهم مع معلقه ديال الزبده، معلقه ديال لا ماريناد، ونحتفظوا بلاصوص ديالهم. لي كالامار غادي نشحروهم مع الزبده والماريناد وحتى هما غادي نحتفظوا بلاصوص ديالهم. وبنفس الطريقه غادي نشحروا الحوت هبره. غادي ندخلو كلشي للفران ينشف مده 5 دقائق. الشعريه الصينيه كنزيدو لها الماء سخون، وراق الرند، صوص صوجا، وكنخليوها كترتاح. في مقيله كنشحروها مع الزيت لاصوص ديال الحوت اللي صفينا، وراق الرند، معلقه ديال لا ماريناد. كنخليوها حتى كتنزل مزيان وكنضيفوها في اناء مع لي كروفيت، لي كالامار، لي شامبينيون فري، لي شامبينيون نوار، وكنضيفو واحد البصله مشحره كتعطي لذه زوينه للبسطيله ديالنا. غادي نخلطوا الحشو ديالنا مزيان. غادي نضيفوا ليه الباقي من لا ماريناد، والحار كيبقى حسب الذوق. غادي ندوزو للمونتاج ديال البسطيله ديالنا. انا استعملت هنايا ورق الفيلو. غادي نضيف الطبقه الاولى من الحشو، غادي نزيد عليها الحوت هبره، شويه ديال الفرماج غابي، وغادي نزيدو الطبقه الثانيه من الحشوه. غادي نسد البسطيله ديالي، وما نساوش نستعملوا الزبده بكميه كافيه لان ورق الفيلو كيحتاج الزبده بكثره. غادي ندخلوها الفران، وهكذا كيكون الشكل النهائي ديالها بالصحه والراحه.